أن تكون فردا من الوحدات الخاصة، هي أن تتقن المبادئ الأساسية للقتال بكفاءة عالية، أن تملك الرزانة، الشجاعة والقوة، أن تتمتع بروح الجماعة ونكران الذات، أن لا يرتبط مردودك وفعاليتك فقط بمعداتك وأسلحتك مهما كانت متطورة. فرد القوات الخاصة يتدرب لسنوات من أجل ثواني تحدد نجاح المهمة وتفصل بين النصر والهزيمة. في الوقت الذي يعرف فيه الوضع الأمني على الساحة الدولية والإقليمية تطورات مستمرة يميزها ظهور أشكال جديدة وتنامي الجريمة العابرة للحدود، يواصل الجيش الوطني الشعبي تواجده في الميدان لدرء أي عدوان على وطننا الغالي. مترجما حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على أن يظل هذا الجيش كما كان دوما درعا للأمة وحام لحماها. في هذا السياق كان الرفع المستمر لدرجة الاستعداد والجاهزية ضرورة أكثر من ملحة، وذلك من خلال إنشاء وحدات نخبة وتجهيزها لتكون قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والتعاطي مع أي نوع من التهديدات. وحدات تصنع الفارق ليس فقط بعدتها وتسليحها، ولكن بتمكن أفرادها، قوتهم وتميزهم كمقاتلي نخبة. فوج المناورات العملية وحدة من الوحدات الخاصة تسند له مهام مستوى تكتيكي وعملياتي في أي منطقة من مناطق البلاد، مواصل دائما في تنفيذ برنامج التحضير القتالي مع وحداته الفرعية، كما يحظى ببرنامج تكميل للتدريب على العملية الخاصة بالتركيز على التمارين التطبيقية المركبة بهدف تحسين ردود الأفعال والتلقائية للاستجابة الفورية لمختلف الحالات المستعجلة خلال الأزمات أو التهديد. اليوم سنحضر جانبا من هذه التمارين التي تدخل في إطار برنامج التحضير السنوي للقوات. ستنفذ السرية تمرينين، تقوم في الأول بإنزال تكتيكي من البوابتين متبوع بالقضاء على مقاومة منعزلة في بيئة صحراوية، فيما تقوم في التمرين الثاني بعملية إنزال سريع من الحوامات متبوع بعملية تحرير رهائن في مبنى بمنطقة عمرانية. ينفذ خلاله ولأول مرة قناصة السرية رمايات من الحوامة. التمرين الأول يتمثل في اقتحام تجمع لعدو في ميدان صحراوي. يهدف التمرين إلى الرفع من درجة التنسيق بين القوات الجوية والقوات الخاصة. تمهيداً لذلك يقوم القناصة بتجهيز الحوامة بالتنسيق مع طاقمها، حيث تراعى جميع شروط السلامة والأمن بهدف التعامل السلس مع حالات ومواقف قتالية تتطلب عمليات إنزال للأفراد المغاوير وعمليات رمي للقناصة من على متن الحوامات. تبدأ عملية الاقتحام بإنزال الحوامة لقناصين بغرض التعامل مع القناصين المتمركزين فوق النقاط المتقدمة لتجمع العدو. تجمع العدو محمي بنقاط متقدمة للدفاع متمثلة في مبنى وبرج للمراقبة معزز بتواجد قناصة. في
فيما تقوم حوامة ثانية بعملية إنزال سريع لمجموعة من الأفراد المغاوير لتبدأ عملية الاقتحام. في نفس الوقت تواصل المروحية الأولى عملية التغطية للقوات الصديقة. يواصل الأفراد المغاوير التقدم مستعملين أسلحة خفيفة وصولا إلى مقر قيادة تجمع العدو. بعد القضاء على جميع أفراد العدو تعطى إشارة تطهير المكان ونهاية المهمة. خلال التمرين الثاني تنفذ السرية عملية إنزال بهدف الإغارة والقضاء على مقاومة منعزلة في بيئة صحراوية. الآن أفراد السرية بساحة الطي، كل مقاتل يعد مظلته لتكون جاهزة يوم التنفيذ. تركيز كبير يميز عملية الطي هذه. بالنسبة لرجال السرية المهمة قد انطلقت. يستعد المغاوير لركوب الطائرة، كل يتفقد عدته وسلاحه، كل ثانية لها وزنها، وكل التفاصيل مهما صغرت على قدر كبير من الأهمية. بعد تفتيش المظلات والتأكد من شروط السلامة من طرف أفراد التسليم من الجو تنطلق السرية نحو الطائرة. يزداد تركيز الأفراد كلما اقتربت الطائرة من نقطة الإنزال. إنزال موفق في النقطة المحددة في سيناريو التمرين. المرحلة اللاحقة بعد تجميع المظلات نقطة التجمع. أنا يتم تدقيق المهام وتحديد محاور التحرك بالنسبة للهدف. بينما ينطلق عنصر الإسناد لاحتلال المواقع المحددة له، يتقدم عنصر الاقتحام بالوثبات بتشكيل رأس السهم إلى الأمام. في الوقت المحدد تعطى إشارة انطلاق الهجوم بتنفيذ القناصين لرمايات على عنصر التأمين المعادي والقضاء عليه. خفتهم سرعة تنقلهم وتوجيههم الذي يجعلهم جزءاً من المحيط الذي يتنقلون فيه عوامل تحافظ على أهم عنصر في مثل هذه المهام. تنفيذها بالذخيرة الحية يقلص من هامش الخطأ لدى الأفراد ويزيد من تركيزهم في كل مرحلة من مراحل التمرين. عنصر الاقتحام على المقاومة المفترضة معلنا نهاية المهمة بنجاح.
بعد ورود معلومات عن عملية احتجاز رهائن من طرف مجموعة إجرامية يجهل عدد أفرادها وتسليحها داخل بناية طور الإنجاز تتكون من 3 طوابق وتتوسط حيا سكنيا. وبعد دراسة الموقف تقرر بدء عملية اقتحام المبنى على الساعة س من خلال وضع خطة محكمة ترتكز على اقتحام المبنى من عدة زوايا مع التركيز على عامل المفاجأة وسرعة التنفيذ لإرباك المختطفين والحفاظ على أرواح الرهائن. بداية تقوم الحوامة بعملية إنزال سريع لمجموعة من الأفراد المغاوير فوق المبنى، مهمتها احتلال الطابق الثاني وتطهيره. في نفس الوقت تتقدم عربتي السلالم مارس على الجهتين الشرقية والغربية للمبنى بمهمة إنزال مجموعتين من الأفراد المغاوير لاقتحام الطابقين الأول والأرضي تحت حماية يوفرها قناصة عند المدخلين الأمامي والخلفي للمبنى، لتبدأ بعدها عملية تفتيش دقيقة لجميع الطوابق. التركيز العالي والحذر والاستعداد الدائمين للتعامل مع جميع الاحتمالات وتفادي كل المفاجآت التي قد تكلف خسائر في الأرواح هي مبادئ لا يستغنى عنها في مثل هذه المهام، وهو ما يدركه جيدا أفراد السرية الخاصة. بعد الاشتباك مع أفراد المجموعة الإجرامية والقضاء عليها يتم إخلاء الرهائن على متن عربة مارس. أنهت السرية تنفيذها لمرحلة مهمة من برنامج تحضيرها القتالي من خلال هذين التمرينين اللذين نفذا بنجاح. أبان من خلالهما أفراد السرية على درجة كبيرة من التحكم والتنسيق فيما بينهم وكذا مع الوحدات الصديقة. نفذوا خلالها تقنيات جديدة في الاقتراب ومعالجة الأهداف بنجاح كبير، نجاح يعكس السمعة الطيبة التي أضحت تميز أفراد سرية المهام الخاصة على غرار كافة أفراد وحدات النخبة للجيش الوطني الشعبي. رجال عملتهم التحكم والتمكن، صفاتهم القوة ورباطة الجأش، غايتهم الدفاع عن وطنهم والذود عنه. رجال في مستوى ثقة قادتهم وشعبهم، مقاتلون يعرفهم الميدان وتخشاهم الصعاب.